السلام عليكم ورحمة الله. يا رب يديم عليكم الصبر والستر والصحة وراحة البال. تعالوا نشوف بقى النهاردة هنعمل ايه. هنعمل جلاش بس بطريقة مختلفة شوية، مش مختلفة قوي بس غير معتادة. يعني كل مرة بنبقى متعودين اننا نحشي جلاش باللحمة المفرومة. المرة دي هنعمله ايه بطريقة مختلفة شوية، هنحشيه بالفراخ. كان عندي باقي حشوة بيتزا. فقلت بقى اما احشيه بالحشوة دي. هبدأ بقى ايه اجيب لفة الجلاش اللي عندي، واقطعها كده قطع صغيرة، بدل ما اقعد احط طبقة وارجع ادهن سمنة واحط طبقة تاني وارجع ادهن سمنة. فهنعمل ايه، هنقطعه كده بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. وهبدأ ان انا اجيب الصينية. انا هنا كنت نسيت حطيت ورجعت تاني دلقته عشان ادهن الصينية زيت من تحت. متنسوش الخطوة دي لانها مهمة جدا. بحب ادهنه دايما زيت من تحت علشان ال- الطبقة الأولانية من الجلاش ما تلزقش في الصينية. فالزيت بيعمل عازل وبيمنع الالتصاق اللي بيحصل ده، ونقعد بقى نكحت في الصينية ونشيل الطبقة اللي في الآخر دي. فالزيت بيسهل علينا كتير بصراحة، وبيخلي فيه عازل كده ما بين الطبقة دي والطبقة دي. زي ما حضراتكم شايفين كده هبدأ بقى ان انا اقطع نص اللفة بالظبط، عشان هحط نص تحت ونص فوق، هعملها هما طبقتين. حطيت كده، هسوي بقى الطبقة اللي تحت دي كويس عشان ما يبقاش فيه اي فراغات في الصينية باينة. هسويها كلها زي بعضها. هحاول طبعا ان انا اوزن ان يكون اللفة نص تحت ونص فوق. وبعد ما هبدأ اسويها كده، هكون مسيحة شوية سمنة كده او شوية زبدة كده على جنب. وهبدأ بقى اسقي بيها الاطراف وفي النص واوزعها على الطبقة اللي تحت كلها. زي ما حضراتكم كده ايه شايفين، جربوها بطريقة مختلفة وحلوة اوي ان شاء الله تعجبكم. دي كان عندي دي زبدة سيحتها وحطيتها على على الطبقة اللي تحت دي. وطبعا كان متبقي من حشوة البيتزا شوية دول، فقمت حطاهم. وعشان اكملها بقى ايه، كان عندي شوية زيتون وشوية جبنة موتزاريلا. برضو قمت ايه اديتها رشة زيتون كده ورشة جبنة موتزاريلا عليه. بس الميكس ده بيعمل بقى يعني ايه طعم حلو قوي، وكان طعمه مختلف كده مش زي اللي احنا معتادين عليه بتاع اللحمة المفرومة ده. طبعا جلاش بيبقى طعمه حلو اصلا باللحمة المفرومة، بس لما نغير بقى بيدي اختلاف كده في الطعم يعني. وريحته كانت بتبقى يعني ريحته جنين بصراحة. كده انا حطيت الزيتون وهديله بقى رشة ايه الجبنة الموتزاريلا كده زي ما حضراتكم شايفين. وهبدأ بقى ايه اقطع النص التاني من الجلاش برضو بنفس الشكل وبنفس الطريقة. وهوزعه برضو كده زي ما حضراتكم شايفين على الوش بشكل برضو متساوي، علشان ما يبقاش فيه فراغات من تحت باينة. ويبقى اللي فوق زي قد اللي بعض قد اللي تحت قد اللي بعض ايه قد اللي تحت بالظبط. يبقى ده زي ده زي ما انتوا شايفين كده. وهبدأ برضو ايه اجيب بقى بيضاية، بس طبعا البيضاية دي اختياري. في ناس كتير ما بتحبش تحط بيضة على البشاميل او بتحط بيضة اسمه ايه ده الجلاش. فانا هبدأ اجيب بقى ايه شوية ملح فلفل كده واحطهم على البيضة، واقلبهم مع كوباية لبن. اقلبهم كويس وهسقي بيه الجلاش. طبعا زي ما قلنا الخطوه بتاعه البيضه دي ايه اختياري. مش حابين نحط البيضه خلاص مش مشكله، لان هنيجي بعد كده نرش شويه جبنه موتزاريلا كده على الوش، برضو هتخلي الوش يحمر وهتديله طعم حلو وريحه جنين. زي ما احنا شايفين كده وزعنا ايه شويه اللبن والبضايه اهي. هقعد بقى احوط في الصينيه كده علشان ايه اوزع اللبن كله من تحت ومن فوق عشان الجلاش كله يتسقي. وده باقي كمية السمنة اللي احنا كنا مطلعينها. كنت مطلعة مكعبية كده من الزبدة سيحتها مكعبية كبيرة وسيحتها، حطيت نص تحت وادي النص التاني دهنا بيه من فوق. وهحطه في الفرن ياخد بس كده لون من تحت، وبعدين اطلعه احط الجبنة الموتزاريلا. انا جبت بقى هنا البيتزا تشوفوها يعني ما شاء الله جميلة وحلوة. لا حابب برضو يشوف الطريقة موجودة على القناة. ممكن تشوفوا الطريقة معمولة ازاي، تبقى جميلة وتحفة قوي. العجينة بتاعتها طرية وحلوة قوي ورفيعة ازاي. وبصوا ما شاء الله التسوية بتاعتها من تحت. ومعمولة ستافت كراست برضو الحاشية الاحرف بتاعتها بالجبنة. الجبنة دي انا اللي عاملاها برضو ما شاء الله تحفة قوي.
كده الجلاش اخد اللون بتاعه من تحت. بصوا الحروف بتاعته، اول ما الاقي الحروف بتاعته كده احمرت يبقى هو كده الحمد لله ما شاء الله خد ايه لون من تحت. فهبدأ بقى اجيب الجبنة الموتزاريلا واديله بقى وش كده من ايه، من فوق رشة كده من على الوش، واحطه تاني بقى في الرف اللي في النص. يعني الاول انا حطيته في الرف اللي تحت، ده حطيته في الرف اللي في النص، اخد وش بقى كده ما شاء الله بيبقى تحفة وريحته جميلة جدا. هقطعه بقى بالحاجة يعني الاشكال اللي انا عايزاها، قطع بقى صغيرة، قطع مربعات كبيرة براحتكم. هوريهولكوا بقى واحنا بنشيله من القعر بتاعه من تحت. جميل ما شاء الله، والتسوية بتاعته روعة وريحته جنان. بصوا ما شاء الله وطري وحلو قوي. ما شاء الله والله تسلم ايدي. ما تنسوش بقى لو الفيديو عجبكم اضغطوا لايك وشير، ولو مش مشتركين في القناة اشتركوا في القناة. يبقى الف هنا عليكم وعليا، ما شاء الله والله.